من ساعات قليلة تلقت الأجهزة الأمنية والمعنية بلاغ من إحد المدارس إن في طفل متوفي قدام المدرسة. طبعا الأجهزة الأمنية والمعنية ما كدبتش خبر وبدأوا إن هم يتحركوا، وكانت سبب الواقعة طفل في تانية إعدادي إن هو يتوفى بالطريقة البشعة ديت، عمره 15 سنة. دي المفاجأة. طبعا التفاصيل كلها هنشوفها مع بعض، بس في الأول صلى على النبي. طبعا من ساعات قليلة في حادثة انتشرت النهاردة، ان في حادث بين 3 اطفال، هم يعتبروا اطفال عمر 15 سنة، برضو يعتبروا اطفال. اللي حصل ان في اتنين اتفقوا على واحد صاحبهم ان هم يتخانقوا معاه، ما كانش قصدهم يموتوه او ان هم يقضوا على حياته، بس دي كانت نتيجة الخناقة. الواقعة دي او الجريمة دي او الخناقة دي حصلت قدام مدرسة في اسكندرية، تحديدا اسم المدرسة اسمها كوم الشقافة الإعدادية بكرموز. طبعا الواقعة حصلت من 3 طلاب عندهم 15 سنة في تانية إعدادي. ال3 شباب بيهم كمان الضحية. اللي حصل إن بعد انتهاء يوم الدراسي كانوا خارجين من البوابة عادي جدا، حصلت خناقة ما بينه وما بين 2 تانيين. المتوفي أو الضحية اسمه آدم عاطف عبد القادر عوف محمود، عنده 15 سنة. طفل اتوفى بسبب ادوات مدرسه. ايوه، ادوات مدرسه ادت لانتهاء حياه طفل وهو لسه بيبتدي حياته، يعني لسه ما قولش في منتصف العمر، لسه ما جابش العشريناتي التلاتيناتي، لسه بيقول يا هادي. طفل لسه بيبتدي حياته بمنتهى البساطة، كان معاه أدوات خاصة بيه وهو خارج من المدرسة. 2 صحابه شبطوا في الأدوات بتاعته، وهو حاول إن هو يحافظ على حاجته، زي ما احنا دايما بننبه أولادنا حاجاتكم ما تضيعش منكم، ما تديش حاجتكم لحد. هو الطفل عمل بالنصيحة، وللأسف كانت مش عارفة أقول من أبشع النصايح ولا هي فعلا نصيحة صح. طبعا ده اللي انت هتقوله لي في الكومنتات، ان انتوا فعلا المفروض ان احنا ننصح أولادنا ان انتوا ما تدوش أدواتكم لحد، ولا عادي خلاص عشان ما تأديش النتيجة للموت ان انت سيب حاجتك لأي حد عايز ياخدها ياخدها. المهم ان الخناقة حصلت، ومن قوة وبشاعة الخناقة صاحبهم اتوفى. ما هو 2 على 1. الاتنين كانوا بيضربوه بطريقة بشعة جدا، كانت اي حاجة تقابلهم، طوبة بقى، اي حاجة تقابلهم قدام عينيهم كانوا بيضربوا الولد بيه. تخيلوا ان الطفل اتوفى، ولما التحقيقات تمت قالك ان الطفل متوفي متأثرا بإصابات قصر نشوب مشجرة بينهما وبينه، اللي هو بين المتوفي وما بين 2 صحابه، في أثر خناقة جامدة. وطبعا الأجهزة الأمنية والمعنية ما كدبتش خبر، أول ما جالهم الخبر على طول ولقوا إنه طفل متوفي والاتنين اللي أدوا لإنهاء حياته موجودين. الطفلين دول راحوا لدار رعاية الأحداث، وبعديها التحقيقات استمرت. يعني هم راحوا ده كبداية، يعني كبسم الله الرحمن الرحيم، الأطفال راحت دار رعاية الأحداث وهم لسه على ذمة القضية. طب إيه اللي حصل بعديها؟ على طول ودوا الطفل المستشفى، وبدأوا إن هم يفرغوا الكاميرات الموجودة في الواقعة. وبعد ما شافوا الحادثة كانت قد إيه بشعة، وإن الولدين كانوا بيضربوه بعنف كأنهم كانوا قصدهم يقتلوه، بس هي كانت الخناقة كانت عنيفة جدا، وإن هم كانوا عايزين ياخدوا الأدوات بتاعته. فعلا ما كانش قصدهم إن هم يموتوه أو إن هم يخلصوا على حياته، بس إحنا خلينا نبص للنهاية واللي حصلت. إن في طفل اتوفى، وفي 2 عندهم 15 سنة موجودين اتسببوا في إنهاء حياة صاحبهم. ربنا يصبر أهله يا رب. بجد الواقعة مش مفهومة مين اللي غلطان، يعني احنا مش عارفين احنا كأهالي نقول لعيالنا ايه، ننصحهم بايه وهم رايحين المدرسة. ما تدوش لأحد أدواتكم، ولا اعطيهم أدواتكم لو هيؤدي النتيجة لإنهاء حياتكم. هشوف رأيكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.